الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مبروك يا حاجة مجد. ألف مبروك. مبروك يا حاجة مجد. الحمد لله الحمد لله. ألف مبروك يا حاجة مجد. ألف مبروك. شكرا لبلدي، شكرا لوطني، شكرا للقضاء العالي، شكرا لقضائنا، شكرا لرئيسنا، شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا للوطن، شكرا لحكومتنا، شكرا ولابد عنهم موعود الرب فيه المظالم أسود على كل مظلوم واسود على كل ظالم. السلام عليكم واهلا بحضراتكم. طبعا كلنا سمعنا على خبر امبارح تنفيذ حكم الاعدام في القاضي ايمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي في مقتل المذيعه شيماء جمال. طبعا كلنا سمعنا الخبر اللي كان حصل قبل كده، ان المذيعه شيماء جمال كانت عايشه حياه مستقره جدا لحد ما في الفتره الاخيره بدات المشاكل تظهر ما بينها وما بين جوزها. لحد شهر يونيو 2022 القاضي ايمن حجاج راح بلغ في اسم الشرطة عن اختفاء مراته، وقال ان هي دخلت مول وما خرجتش منه. ايه القصة وايه الحكاية للناس اللي متعرفش؟ تعالوا نفهم القصة والحكاية. اللي حصل ان القاضي ايمن حجاج اعترف وقال ان هو اللي خلص على مراته بسبب ان الفترة الاخيرة من جوازهم المشاكل ما بينهم كترت جدا، فهنا قرر ان هو لازم يخلص منها ويخلص عليها بمساعدة شريكه. عمل ايه بقى من البداية؟ هو قال ان عارف ان مراته بتحب الفلوس جدا، فدخل عليها بحجة ايه وقال لها انا جاي اصالحك وجايب لك مزرعة هدية وهكتبها باسمك. هنا المذيعة يا عيني شربت الطعم وفرحت جدا وقالت له انا مبسوطة، وقالت له خلاص ماشي عايزين نروح نشوفها. قال لها خلاص بكرة هنروح نشوفها قبل ما نمضي العقود. وفعلا هي بلعت الطعم وراحت معاه عشان يشوفوا المزرعة. ليها كان هو راح هو وشريكه حسين الغرابلي جهزوا كل حاجة في المزرعة عشان ينفذوا جريمتهم. جهزوا ايه بقى؟ جهزوا سلاسل، جهزوا جنازير، جهزوا حفروا قبر على عمق كبير جدا، وجهزوا مية نار. وبعديها خد مراته وراح المزرعة، وأول ما راح المزرعة قفل الباب وكان معاه مسدس، فضل ينزل ضرب على دماغها لحد ما فقدت الوعي واللون الأحمر ملى المكان ووقعت من طولها على الأرض. هنا القاضي عشان يتأكد ان هي خلاص يعني خلص عليها راح جاب قطعة قماش او فوطة وكتم نفسها عشان يتأكد ان هي خلاص. بعديها ربطوها بالسلاسل وسحبوها هو وشريكه لحد القبر اللي هم فحروه لحد ما نزلوها في القبر. وبعد كده كمان جابوا الفوطة اللي هو اللي كتم نفسها بيها وزقلها كمان في القبر اللي فحروه عشان يتأكد ان ما سابش وراه اي دليل للجريمة. وبعد كده جابوا الجيركن بتاع مية النار وفضوها عليه. قالوا لك عشان بعد كده لو حد اكتشف ايه الجريمة ما يتعرفوش على ملامحها، ما يبقاش معروف هي مين دي او مين ده، لان خلاص بقى مية النار هتمحي ملامح الجثة. وبعديها قفلوا القبر، ردموا التراب ورجعوا كل حاجة مكانها وخدوا الموبايلات وولعوا فيها. وبعد كده كان متفق مع شريكه اللي هو حسين الغرابلي قال له روح استخبى. وبعد كده فعلا شريكه راح استخبى، والقاضي ايمن حجاج راح اسم شرطة عشان يبلغ عن اختفاء مراته. وراح وقال زي ما قلت لكم في اول الحلقة ان انا مراتي مختفية وان هي دخلت مول ما خرجتش بعديها، وبلغ ومشي عشان يتفاجئ بعديها بكام يوم ان شريكه هو بذات نفسه راح لاسم الشرطة واعترف على كل حاجة. ليه عمل كده؟ يقال ان هما اختلفوا على الفلوس، ويقال برضو ان القاضي ايمن محفوظ كان مخطط ان هو يتخلص من شريكه ويسجنه عشان ما يعترفش في يوم من الايام على جريمته ولا يمسك عليه دليل. بس هو في الاول وفي الاخر هو ربنا رايد ان هما ينفضحوا وسرهم ينكشف. تم القبض على ايمن محفوظ اللي هو اصلا كان بيتابع البلاغات معاهم اول باول.
يعني كان ممثل شاطر عامل حسابه بقى ان هو خلاص مش هينكشف. طب سؤال، هل لو كان شريكه ده ما راحش واعترف على الجريمة كان هو ممكن ينفد بعملته؟ يعني القاضي ده ما كانش ممكن اللي هو ينكشف وكانت كل حاجة هتمشي تمام مظبوط زي ما هو كان مرتب لها؟ تفتكروا؟ بس اللي عرفوا ان ربنا كشف سترهم واتقبض على القاضي وشريكه، وبعد كده اتحولوا للجنايات، وبعد كده اتحولوا لدار الافتاء وتنفذ فيهم حكم الاعدام امبارح، عشان يعني والدة شيماء جمال انطفى نارها. كانت الام كانت بجد والله لو كنت شفتوها قبل كده كانت عامله ازاي، كانت تصعب على الكافر. لكن هي دلوقتي خلاص اطمنت ان حق بنتها رجع. انا دايما مؤمنة وواثقة ومتأكدة ان الجرائم اللي زي دي كلها حقها ما بيضيعش، وان سبحان الله مهما يخططوا لجرائم القتل ربنا برضو بيكشف الحقيقة والله ولو بعد حين. يعني قضية الدكتورة بان دي اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي مع حضراتكم، انا واثقة ومتأكدة ان حقها لازم هيرجع، وان الحق هيرجع لاصحابه، لان طول ما الدكتوره بان ميته كده في تربتها وحقها ما رجعش هي مش هتبقى نايمه مستريحه، وربنا ان شاء الله هيرجع لها حقها. الدكتوره بان في كلام كان حاولوا ان هم ينشروه في الفتره الاخيره، حاولوا ان هم يطلعوا عليها ان هي كانت على علاقه بواحد وعايزين يحولوا القضيه لقضيه شرف. هما الناس دي اللي بلا شرف، ما عندهمش شرف. الدكتورة بان بشهادة دكتورة من اللي كانت موجودة في المستشفى شافت كل حاجة قدام عينيها. يعني هوريكم برضو سكرين شوت من اللي اتبعت لي دليل على اللي اتعمل في الدكتورة بان. الناس اللي اتهمتني وقالت لي هي ما حصلش فيها ده كله، الدكتورة بان اعتدى عليها بشكل لا يوصف. اتعذبت، اتسحلت، اتبهدلت، ايديها كانت كلها شعر، معناها ان هي كانت بتقاوم ومش شخص ولا اتنين، وان هي يحصل فيها ده كله، وان الجهاز الانثوي كله يتشال من عندها لحد ما يوصل لامعاها من جوه ويتحشي ده كله قطن. يعني انا كل ما افكر او اتخيل لمجرد بس الوهلة اللي حصل فيها والله العظيم انا بتعب نفسيا. بس يعني انا بتكلم فيها تاني عشان احاول ان يمكن 1% صوتي يوصل. حد بعتلي ان الدكتورة بان سبب من اسباب ان هم تم التخلص منها ان هي قعدت مع المجرم درغام، ولما قعدت معاه طبعا هو كان مطلوب منها ان هي تحقق في القضية بتاعته وتثبت ان هو اذا كان مجنون ولا مش مجنون. فهو درغام لما قعد مع الدكتورة بان حكى لها على كل جرايم المحافظ، حكى لها على كل حاجة، فضحه. عشان كده الدكتورة بان كان لازم يتم التخلص منها، ودرغام لما حكى لها على كل حاجة حاول ان هو يقنعها ان هو مجنون وان هي تكتب كده في التقرير، بس الدكتورة بان رفضت بشدة ان هي تكتب كده ان هو مجنون عشان هو مش مجنون يعني ولا حاجة. درغام هدد المحافظ اللي هو اسعد العداني وقال له ان انت لو ما طلعتنيش من جريمة القتل وما طلعتنيش من السجن هكشف كل حاجة وهفضحك. قال له على العموم انا حكيت كل حاجة للدكتورة بان. فالدكتورة بان اصبحت دلوقتي ان هي عارفة كل حاجة، فكان لازم يتم التخلص منها. طبعا بعد كده القصة اللي انتوا عارفينها، الدكتورة بان ان هم جابوها وعذبوها واعتدوا عليها وفضوها كلها من جوه وحشوا مكانها قطن، زي الفيديو اللي انا هوريه لحضراتكم. المرأة مقطعة، المرأة عندها أعضاء مقطعة من جسمها إضافة إلى تقطيع إيدها، إضافة إلى وجود كدمات على جسمها، وجود سحجات على وجهها ورقبتها وتحت الركبة اليمين من جسدها. هذه كمية الدماء الموجودة يستحيل أن يكون هذا انتحار. وإذا أنا طلعت فد يوم وقلت إنه هذا انتحار فمعناته أنا أكو شيء بعقلي، مو انتحار.
شلون القضاء اعتمد على الادله الجنائيه وتقرير الطب العدلي؟ كلام الادله الجنائيه اللي صدر في هذا التقرير. قريت التقرير، يعني انا محاميه قريت التقرير. على اي اساس اي تقرير يستند الى رساله بعثتها الى ذويها في 3/8؟ طيب انتم يا ذويها من 3/8 هي دازت لكم رساله وماتت يوم 5/8، معقوله بيومين ما قدروا يوصلوا لها؟ ما قدروا يقولوا لها تعالي شبيك؟ ثم انا استاذ، انا خبيره سلوكيات. المراه امراه متزنه بمعنى الكلمه، لا يوجد اي اعتلال في سلوكها حتى اقول انه هي مكتئبه. من يصدق هذا التخريف انه هي مكتئبه وتتعاطى ادويه اكتئاب وما اعرف شنو؟ لا، كان اكتئاب من الدرجه المتقدمه حسب تقرير مجلس القضاء الاعلى. اكتئاب من الدرجة المتقدمة، وتطلع هي تنطي سكتشات مصغرة أو ما يسموها يعني مثل المحاضرات البسيطة المصغرة في محتواها. أنا أحد الناس اللي متابعين محتواها، يعني تنطي محتوى بتوعية نفسية، وامرأة بهذا الاتزان وهذا العقل وهذا اللطف. هي عندها اكتئاب من الدرجة المتقدمة، امرأة عندها طموح. طيب عندها اكتئاب، فاتحة عيادة ودا تصرف عليها وتجهز بيها، عندها اكتئاب وهي بداية 1 أيلول تروح على لندن أو على بريطانيا تكمل البورد مالتها. الله يخليك، أي اكتئاب هذا؟ وفي النهاية دي أمانة اتأمنتها إن أنا أوصل الكلام ده لحضراتكم، سواء الفيديو ده بتاعي اتشاف أو مش اتشاف. دي كلمة حق وأنا وصلتها لأنها كانت في رقبتي، وأتمنى في الآخر إن الحق يرجع لأصحابه زي ما حق المذيعة شيماء جمال رجع لها. أهلها فضلوا ورا منها لحد ما رجعوا لها حقها كاملا، وما سكتوش لحد ما المجرم خد إعدام وربنا برد نار ايديتها. اي نعم، هو مفيش وجه مقارنة بين اهل الدكتورة بان واهل المذيعة شيماء جمال اللي فضلوا وراها لحد ما رجعوا لها اهلها. اما الدكتورة بان اهلها هم كانوا السبب في ضياع حقها وباعوها بشقة في تركيا. بس الدكتورة بان دلوقتي بقت بنتنا كلنا، بنت الشعب كله، وعند الله تجتمع الخصوم. ما تنسوش في نهاية الفيديو زي ما تعودنا مع حضراتكم تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش اللايك الجميل اللي بستناه من حضراتكم عشان بيعلي من قيمة الفيديو. دمتم سالمين.